جوان مایرو گرسی را بنیسکا لی 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 مایرو گر خوبانه بنیسکا طول جوان مایرو وسوارا ایسکا ایسکا لی 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 مایرو خاصیه مایرو بابلیسکا طول جوان مایرو سیرا بسیره لی 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 مایرو گر خوبانه بسیره طول جوان مایرو گرسی را بسیره لی 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 مایرو گر خوبانه بسیره طول جوان مایرو وسوارا هیرا هیرا لی 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 مایرو خاصیه مایرو وزیره طول جوان مایرو سیرام بجیه لی 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 مایرو گر خوبانه بجیه طول جوان مایرو گرسی را بجیه لی 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 مایرو گر خوبانه بجیه طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلم لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلی لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو وسوارا هیو هیا لیلی لیلی مایرو خاصیه مایرو فلایا طول جوان مایرو ایوار باش تماشاوانین هیجا ایوارا و حمیه بخیر و خوشی به هیوی ما کون دنا بخیر و خوشی دبن هرتم شاد و بختور بن لگوری شرط و مرجن کو ایرو هریما متیر در باز دبه به تایبت چی کردا بویرین نو تشتین داویه دبن تشتين كوتين قوماندن لوي هرمي كو از دخوازم ايرو بزمان عربي وكنو تشايكي لسر آگاهين هري داوي بيجم تاكو اف جروبين تروري ايكون سر اخو ملكين مدجين دهندري عفرية ده
جما فهم بكن نتهني بالزماني الكردي أم خطاب أخوة جوان رابشينن لقرك بالزماني وانجي أم هنكي أقاهيان بجينوا وأم جوان رابيجن كو كاري كاري تروري كاري جرانه كاركي بمروفية بإنسانية بحرتشته كاري كوين در حقا قلي كرد لسر آخا وی گلی دکن. مالباتا پیشمرگ بوی قربانیا وانا کوکین داویه مالباتا پیشمرگ عثمانی پیشمرگ لجندریسه مالباتا شهید مالباتا نوروزه ایرو جاره کردن رو راستی گفو کارو گریارین تروریته خطاب ما نرینا ما داخوازین ما هیوین ما و ده خطابه ده وقت مقازي بزمان عربي بيشم تاج ما فين بكن كو ام دزانن او حياة شدبري دزو تالان كرنا في آخر في ملكي في چيائي يعني دكن برا بزانن بن كو ام دكارن وان زور بإيشين تحروالي كده بل عائلة بيشمرك نعم اسمعوا عائلة بيشمرك ضحية الصراعات والأطراف عائلة بيشمرك ضحية الصراعات والأطراف تماشيا مع سياسات التغيير الديمغرافي في إقليم عفرين ووقوف الكثير من الأطراف إلى جانب الرعب والقتل والاعتقال والسجن والإرهاب وتقاطع الكثير من المصالح والتشابكات الاقتصادية بين الأطراف بين هذه العصابات الإسلاموية المرتزقة من طرف وبين بعض الأطراف المحسوبة على الكرد من خارج عفرين التي تعتاش على الأزمات يدفع الكردغي هنا ثمن هذه المؤامرات وثمن هذه المصالح التي تشترك فيها أياد استخباراتية ومحلية خفية لمنع عودة الكرد إلى ديارهم وإلى مواطن آبائهم وأجدادهم. فالنظام العروبوي السوري والباسداران الإيراني والميت التركي والعصابات الإرهابية الإسلاموية إلى جانب بعض المرتزقة والوسطاء المحسوبين على الكرد من خارج عفرين كلهم مشتركون ويعملون معا ليل نهار من أجل قطع رحلة العودة إلى كرداخ. فالهدف الأساسي هو الوقوف في وجه الكرد ومنعهم من العودة إلى كرداخ. هذه الرحلة التي باتت بالنسبة إلينا نحن كعفرينيين مسألة حياة أو موت. فلا بديل عن الموطن الأصلي كرداخ ولا للوطن البديل في البراري والصحارى وسهول الشهباء وغياهب الغربة والمغتربات. فهناك من يعمل بقوة السلاح على الأرض بالتعاون مع من هو خارج الأرض لزرع أشواك الرعب أمام العفريني وتخويفه وإرهابه وابتعاده عن رحلة العودة إلى كرداخ. فالعفريني اليوم قرر العودة إلى بيته مهما كانت النتائج والمخططات وبغض النظر عن النظام السياسي القابل للزوال هنا وهناك. العفريني بات يحزم أمتعته واختار العودة إلى بيته بكل جرأة. في المقابل وأمام هذه الإرادة العفرينية يقف هناك جيش مرعب من المرتزقة والناندوزية الإسلامية الذي يأتمر بأوامر المال والأموال الذي تحول إلى عصابات عابرة للحدود والسدود مثل ما رأيناهم في أذربيجان والشيشان وليبيا وغيرها ويقف عائقا أمام هذه العودة. أجل البارحة قامت هذه العصابات عصابات ومرتزقة فصيل الشرقية بتنفيذ بعض وعودها التي قطعوها على أنفسهم ووعدوا بها الكرد أيضا في عفرين وتحديدا عائلة بيشمرك الشهيدة والبطلة تلك العائلة التي دفعت وما زالت تدفع ثمن كرديتنا جميعا وتحولت إلى أيقونة للصراع بيننا وبين هذا الإرهاب. فالأخبار التي تأتينا وتأتي من داخل عفرين ويأتي صداها من قلب عفرين تفيد وتقول بأن عصابات
وفصيل الشرقية التابعة للاحتلال التركي والمعارضة العربوية اعتدت البارحة على الشاب نظمي أشرف عثمان من عائلة بيشمرك، عائلة شهداء نوروز، بعدة طعنات وبسكين ونصل حاد في مركز ناحية جنديرس بريف عفرين المحتلة. وتفيد التقارير أيضا بأن هذه العصابات استخدمت السكاكين وأخمص البندقيات وقامت بالضرب المبرح عليه إلى أن سقط هذا الشاب نظمي أشرف عثمان أرضا. لقد استخدمت هذه العصابات السكاكين الحادة أجل، وقامت بتمزيق ملابس الشاب نظمي أشرف بيشمرك ودعسته بالبوط العسكري، ودعست على رأسه وجسمه والضرب بالبندقية على ظهره وجسمه. وفي الأخير قامت هذه العناصر الإرهابية بتصوير هذه المشاهد وإرسالها إلى مركز رئيسهم المرتزق أبو علي كما ادعوا هم بأنفسهم. وأشارت التقارير أيضا إلى أن عناصر هذه العصابة كانوا ملثمين وكانوا يتكلمون اللهجة الديرية. وحدثت هذه الحادثة بالقرب من منزل عائلة بيشمرك الكائن في مدينة جنديرس أجل. وبعد أن ضربوه وطرحوه أرضا أغمي عليه ونقلوه عن طريق الناس وبعض المارة إلى مستشفى عفرين. إلى ماذا ترمي هذه الأفعال وهذه الممارسات اللا إنسانية والإرهابية يا ترى؟ لقد أرادوا توجيه رسائلهم بكل وضوح إلى بني الكرد أجل. لقد أرادوا القول بأنهم لم ولن يسمحوا بعودة الكرد إلى عفرين مرة ثانية. وفي مقابل هذا ناشدت عائلة بيشمرك الرأي العام الوطني والكردستاني والعالمي وكل الأحرار في الوطن وخارج الوطن والعالم بضرورة القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي لوقف وللجم إرهاب هذه العصابات المجرمة وحماية العائلة من شرور هذه الفصائل الإرهابية المجرمة. ويأتي هذا النداء خاصة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اسم فصيلين من أسماء هذه الفصائل الإرهابية التي تعيش فسادا ورعبا في إقليم عفرين على قائمة الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وعلى ضوئه يزور اليوم وفد من الكونغرس الأمريكي مدينتي أعزاز وعفرين، وخاصة مدينة جنديرس التي تحولت إلى أيقونة للنضال الكردي ضد الظلم وضد الإرهاب. ومن طرفه رفع المجلس الوطني الكردي مذكرة احتجاج إلى رئاسة الائتلاف الوطني السوري، وطالب فيها بضرورة وقف هذه الأعمال الإرهابية وتقديم المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وضرورة قيام الائتلاف الوطني السوري بواجبه القانوني والأخلاقي وتأمين الحماية الكافية لهذه العائلة درءا للفتنة وتجنبا لتفجير الحساسيات التي تضر بوحدة الصف الوطني المشترك، وضرورة كشف هذه الجريمة للرأي العام الوطني والدولي. هذه كانت آخر الأخبار من عفرين. كان معكم عناد ديكو في قراءة لآخر المشهد في كرداخ. دمتم بخير.